بصوا يا حبايبي، احنا دلوقتي خلاص نزلناها من على النار اهي وبردت شويه، حطيتها في الازازه، خلي بالكوا ساحت شويه. المهم احنا بقى هنحاول نفضي حبه، خليكوا ثواني. بصوا يا حبايبي اهي بقت عامله زي الزيت، زي الاعشاب اللي بتجيبوها من بره، اي حاجه. بصوا الجمال، جميله. دي بقى العيل يبخ منها في شعره، هي طبعا ايه عشان فيها ريحه التوم والحاجات دي. اما بتحطي القرنفل مع الخل مع الحاجات دي بتداري شويه على ريحه البصل والثوم، فدي جميله قوي. خلي بالكم جميله قوي والله. انا على طول بستعملها ساندي شعرها ما شاء الله لحد اخر ظهرها. وبحط السدن وبحط لنفسي، انا شعري طويل بس عشان ايه بينزل عشان عندي الغده والسكر، فايه شعري مش متظبط اصلا، بس هو طويل. انما الخفيه بقى خفيف خالص. فالتركيبه دي جميله، بعملها ليه ولعيالي، بتبقى حلوه قوي. العيل يحط منها ويشموا ريحتها جميله مش وحشه. ريحه القرنفل مع الحلبه مع الحاجات دي جميله، عاطيه ريحه جميله، كأن حاجات بالاعشاب، كأن ريحه زيت اعشاب، مش حاجه وحشه. فجربوه كده وقولوا لي ايه الكلام معاكم، ويا ريت تقولوا لي واشتركوا في القناه، ماشي ولا لا؟ اشتركوا في القناه واضربوا لي الجرس. فين الجرس؟ انا والله فاضل لي حبه، هجيب لكم الجرس واحط جنبي هنا على السفره، كل شويه اقعد ارن لكم بيه. فين الجرس؟ فين الجرس؟ فين الاشتراك؟ الاشتراك، انا حاسه ان انا هعمل اشتراك في القطر، والله العظيم حاسه كاني هدخل المعهد تاني، او اروح اقدم في كليه واعمل لكم جرس والاشتراك. تابعوني تابعوني عشان ما تندموش. باي باي، تصبحوا على خير قبل ما النور ما يقطع. سلام.